أهلا وسهلا. في سنة 93 شاب صغير اسمه ترنت ديرسميت اتعين في شركة في كندا، وكان دوره أو المطلوب منه إن هو كل يوم يعمل مكالمات يكلم فيها كلاينتس يحاول يبيع لهم ستوكس. شاب صغير مفيش أي اكسبكتيشنز منه إن هو ممكن يعمل حاجة تكسر الدنيا أو يعمل حاجة مختلفة، لكن الحقيقة ترنت كان عنده عادة يومية. العادة دي خلته إن هو يأدي بشكل مختلف. كل يوم كان بيجيب 2 جارز قدامه، جار فاضي وجار فيه 120 بيبر كليب اللي بنحطه ونمسك بيه الورق. كل ما يعمل مكالمة تليفون يروح واخد بيبر كليب من الجار اللي مليان يحطه في الجار اللي فاضي، ويفضل يعمل مكالمات لغاية لما الجار المليان يكون فاضي والجار اللي كان فاضي يبقى فيه 120 بيبر كليب. في خلال 3 سنين مرتب ترنت عالي جدا جدا جدا، وبعديها بفترة قصيرة قدر ان هو يتوظف في وظيفة معدية $1,000,000 في كندا. الحقيقة انا ما زلت في كتاب اتوميك هابتس، والحقيقة ان جيمس كلير سمى الاستراتيجي دي في الكتاب، سماها بالبيبر كليب استراتيجي. المغزى منها ان كل واحد مننا بيحب لما يحط لنفسه هدف او يحط لنفسه تارجت، او بلغه البيزنس KPI كي بيرفورمانس انديكيتور، بيحب ان هو يكون في اي حاجه ملموسه توري له النتيجه بتاعه الKPI اللي هو حاطه لنفسه او الهدف اللي حاطه لنفسه. فان انت تحط قدامك حاجه فيجوال بتوريك البروجرس بتاع الهدف بتاعك بتفرق معاك جدا في ان انت تتحمس وان انت تستمر على العاده دي. لكن المهم ان هي تكون عاده يوميه، وان انت بتلاقي طريقه ان انت تعملها كل يوم. البيبر كليب استراتيجي خلت ترند ان هو قدامه هدف واضح، كل يوم جاي عايز يعمل 120 مكالمه، وانس ان هو كل مره ينقل بيبر كليب من جار لجار كان بيشوف تحقق الهدف ده قدامه لغايه لما يوصل ل 100% من الهدف. البيبر كليب هو رمز، لكن الفكره ان انت تحاول كل هدف بتعمله تحط له حاجه فيزيكال قدامك تكون بتؤدي لميجرمنت معين لتحقيق الهدف بتاعك، وذر بقى ان هو يكون ابلكيشن على التليفون او يكون ورقه معينه انت بتعملها زي الفكره بتاع الترند، او اي حاجه تقدر تقيس بيها البروجرس بتاعك والبرفورمانس بتاعك. شكرا جزيلا ونشوفك على خير.